مشاهدينا الفاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. قرص الالاف من شتول الاشجار في مديريه عالدقيح. تشييد مقبره الشهداء في دقم حرب. العواصف المطريه في فرو تحدث اضرارا بالارواح والممتلكات. ماكرون يجدد دعم بازوم، وقادة الانقلاب ينددون بتصريحاته. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز نحو البحر الأصفر. المستشار الألماني يقول أن قمة العشرين مهمة برغم غياب روسيا والصين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلن خبير الغابات والحياة البرية السيد جيرماي أبرهة عن قرص حوالي 330 ألف شتلة من بين أكثر من 350 ألف شتلة من شتول الأشجار تم إعدادها في مشتل مديرية عالدقيح هذا العام. وقد تم قرص 245,440 شتلة من شتول الأشجار من قبل سكان 16 ضاحية وأفراد قوات الدفاع وطلاب الحملة التنموية والمزارعين في الأراضي المخفرة، كما قرص الباقي في المدارس ودور العبادة ومقابر الشهداء. وقال أن الشتول المغروسة في سيبياراسو وميسغولا زولا ومألويا وسافيرا العام الماضي توجد في وضع أفضل بفضل أنشطة الحراسة والحماية، وحث كافة إدارات الضواحي لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية الشتول حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة. يتم بناء مقبرة الشهداء في مدينة دقم حارة تحت رعاية القيادة الوسطى وإدارة مديرية دقم حارة. جاء الإعلان عن البناء خلال حفل القضاء الذي أقامه سكان ضواحي قادين وسساح وعدرسو وأولع تسارو في 31 من أغسطس المنصرم لأعضاء قوات الدفاع المنفذين للعمل. وأشاد قائد الفرقة العسكرية 39 المقدم أبراهام برهاني ومنسق الآليات النقيب جيت أم حبته ببرنامج التكريم الذي أقامه سكان مديرية دقم حارة، وقال أن تزيين المكان الذي يستريح فيه شهدائنا الأبطال يبعث راحة في الضمير، وسنواصل العمل بروح معنوية عالية. هذا وقد نظمت مختلف ضواحي مديرية دقم حارة حفلات تكريم مماثلة في الفترة الماضية. عقد فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي يوم 31 من أغسطس محاضرة في مدينة مندفرة حول الأمراض المنقولة جنسيا بشكل عام وفيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد بشكل خاص. وفي المحاضرة التي ألقاها لموظفي الخدمة المدنية أوضح رئيس وحدة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا السيد أسفاو جبر ميكائيل وضع فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز على المستوى العالمي والوطني وفي الإقليم وتقنيات الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، كما قدم شرحا مفصلا عن جهود وزارة الصحة في التوعية العامة وعلاج الأمراض. وأكد أن الكبد عضو مهم في جسم الإنسان حيث يقوم بأكثر من 500 وظيفة، وهو معرض للإصابة أو التلف في حالة إصابته بالفيروس. وقال رئيس فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور أماني المحرة آب أن جهودا جادة تبذل لرفع مستوى وعي المجتمع بالأمراض بشكل عام والأمراض المعدية بشكل خاص. سببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف أضرارا في الأرواح والممتلكات بمديرية فرو يوم 30 من أغسطس، وقد أدت الأمطار التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى تدمير نحو 180 منزلا ومسجدا في زولة، فيما أصيب مواطنان بجروح في انهيار منزل. كما انهار 110 منزل في أفتى و15 منزل و13 متجر ومكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وغرف انتظار الحوامل ومخزن المركز الصحي وإدارة المديرية في بلدة فرو، فضلا عن اقتلاع ألواح زنك من طاحنة للقلال ونادي للشباب بالبلدة. كما لحقت أضرار كبيرة بمدرسة باردة دمة وحدش الابتدائيتين. من ناحية ثانية جرفت السيول شاحنة كانت في طريقها من مصوع إلى قلحلو. كما عثر على حوالي 30 من الغزلان النافقة في شهر أغسطس بمديرية فرو. وأوضح مكتب سلطة الغابات والحياة البرية إرسال أعضائه بالتعاون مع إدارة المديرية عقب تلقي هذه المعلومات من سكان قدم وونجبو، وأن سبب النفوق قد يكون من الحرارة المرتفعة. ووجه مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة لدى لقائه السكان الشكر للأهالي وإدارة الضواحي على تقديم المعلومة واهتمامهم بتنمية الحياة البرية، داعيا للقيام بالبحوث المطلوبة للتعرف على الأسباب الحقيقية لنفوق الحيوانات البرية. وأفاد مكتب سلطة الغابات والحياة البرية عدم وجود نفوق في الحيوانات البرية الأخرى.
استشهد في الأول من سبتمبر المناضل المقدم محاري جبر ميكائيل تادلا باندا عن عمر ناهز 64 عاما جراء تعرضه لمرض مفاجئ. التحق المناضل محاري بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر سبتمبر عام 1975 وخدم في فترة النضال من القوات المقاتلة والشؤون الاجتماعية وجهاز التموين والاقتصاد في الفرقة العسكرية 96، وبعد الاستغلال عمل في القوات المقاتلة والمكتب المركزي لقوات الدفاع والهيئة الإدارية في الوزارة بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل المقدم محاري جبر ميكائيل متزوج وأب لابنين، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 3 سبتمبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمراء. هذا وتعرب وزارة الدفاع عن حزنها لاستشهاد المناضل محاري جبر ميكائيل وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، نددت حكومة المجلس العسكري في النيجر بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبرتها تدخلا جديدا وصارخا في شؤون البلاد، في حين جدد ماكرون دعم الرئيس المحتجز محمد بازوم وقال أنه يتحدث معه بشكل يومي. وكانت الحكومة المعينة من قادة الانقلاب في النيجر قد نددت الاثنين الماضي بتصريحات الرئيس الفرنسي التي أكد فيها أن سفيره لدى نيامي سيبقى في منصبه رغما عن قادة الانقلاب، كما أكد مجددا دعم باريس للرئيس المحتجز. وقالت الحكومة أن تصريحات ماكرون تدخل صارخ في شؤون النيجر الداخلية وتهدف لإدامة علاقة الراعي والعميل بأي ثمن وفق تعبيرها. كما اتهمت ماكرون باستغلال دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس ومحاولة إجبارها على إرساء ما وصفته بالمشروع الاستعماري. وقالت حكومة المجلس العسكري أن تصريحات ماكرون تهدف إلى خلق انقسام عرقي وتحريض النيجريين ضد بعضهم البعض. هذا وقد ألقى المجلس العسكري الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان أيت، وأمر الشرطة بطرده في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين. قال جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت فجر السبت عدة صواريخ باتجاه البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية بعد يومين من إنهاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق الذي تم في حوالي الساعة 4 صباحا. وردا على ذلك، عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا السبت وفقا لتصريحات مسؤول رئاسي. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول أن اجتماع مجلس الأمن القومي ترأسه ليم جونغ ديوك نائب مستشار الأمن القومي لبحث وضع الاستعداد. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة الأرض المحروقة، وذلك ردا على مناورات مشتركة بين سيول وواشنطن قالت بيونغ يانغ أنها بمثابة خطط لشن هجوم نووي استباقي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت المحاكاة شن ضربات متزامنة فائقة الكثافة على مراكز القيادة العسكرية المحورية والموانئ العسكرية والمطارات العملياتية وغيرها من الأهداف العسكرية المهمة للعدو. قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مقابلة مع إذاعة دوتشلاند فونك بثتها في وقت متأخر الجمعة أن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من قيام روسيا والصين. وقال شولتز أن مجموعة العشرين لا تزال عليها تقديم مساهمة مهمة والتزام كبير يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وأضاف شولتز أن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة. وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه الشراكات العادلة. في الخبر الأخير، أطلقت الهند مسبار يهدف إلى دراسة الشمس بعد أسبوع من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة عند القطب الجنوبي للقمر. ومن المقرر أن تقلع المركبة أديتا L1 في رحلة تستمر 4 أشهر إلى أن تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر، وستحمل معدات علمية لدراسة الطبقات الخارجية للشمس. وستكون هذه المركبة الأولى لنيودلهي لدراسة الشمس لتنضم الهند بذلك إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية في اكتشاف النجم المشع للمجموعة الشمسية.
وقال عالم الفيزياء الفلكية سوما كاريشودري أن هذه مهمة طموحة بالنسبة إلى الهند، مشيرا إلى أن المركبة تعتزم دراسة انبعاثات الكتلة الإكليلية، وهي ظاهرة دورية تؤدي إلى تصريفات هائلة من البلازما والطاقة المغناطيسية المتأتية من الغلاف الجوي للشمس. وعادة ما تكون هذه التصريفات ضخمة إلى حد الوصول إلى الأرض والتأثير على عمل الأقمار الاصطناعية، وستساعد المركبة على توقع حصول هذه الظواهر وتحذير الجميع بشكل يتيح اتخاذ إجراءات وقائية بشأن الأقمار. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قرص الآلاف من شتول الأشجار في مديرية عدقية. تشييد مقبرة الشهداء في باقة محرر. العواصف المطرية في فرو تحدث أضرارا بالأرواح والممتلكات. ماكرون يجدد دعم بازوم وقادة الانقلاب ينددون بتصريحاته. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز نحو البحر الأصفر. المستشار الألماني يقول أن قمة ال20 مهمة برغم غياب روسيا والصين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.